السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل بسكوت حلو جدا ومفيد، وغير كده كمان موفر جدا معانا. موفر ازاي؟ ان احنا مش هنشتريه من بره، طبعا هيبقى غالي. البسكوت اللي احنا هنعمله هيعمل لنا كمية حلوة قوي. اول حاجة هحطها البيضة، وبعد كده هحط نص كوباية من السكر البودرة. بصوا شكله بقى عامل ازاي، حاجة بسيطة جدا. طبعا الكوبايتين الدقيق دول هيعملوا لنا كمية كبيرة قوي من البسكوت. وحطيت هنا نص كوباية زيت، نص كوباية، ولا هحط سمنة ولا هحط زبدة. بقلبهم كويس قوي، وبعد كده هنزل بربع كوباية من اللبن. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنزل بثلاث معالق من النشا، معاها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما تنسيش بقى تحطي كيس فانيليا، هنحط كيس فانيليا عشان معلش الحتة ديت ما صورتهاش. تمام كده. هنزل دلوقتي كوباية من الدقيق. الاول خالص هحط كوباية الدقيق، وبعد كده هقلبها عشان هشوف الدقيق هيحتاج البسكوت هيحتاج دقيق ولا لا، عشان بيختلف نوع الدقيق. هحط نص كوباية، يبقى كده انا حطيت كوباية ونص. هبتدي دلوقتي هلم الدقيق بالمعلقة، وبعد كده هلمها بايدي عشان اشوفها هتحتاج دقيق ولا لا. بصوا كده هي بعد ما بلمها لو احتاجت معايا دقيق هحط شوية. تمام كده. كده حطيت شوية صغيرين من الدقيق. فاضل بس يجي حوالي 3 معالق. هقسم بقى العجينة. بعد ما اقسمها هحط 3 معالق الدقيق الابيض في قلب البيضة، والتانية هقسمها وهحط بدل الدقيق هحط 3 معالق من الكاكاو زي ما انتم شايفين كده. معلش عشان ده اللي حصل، ان انا عملته كنت بحسب ان هو بيتصور. تمام بقى شكلها حلو جدا. وبصوا العجينة طرية وجميلة جدا، على اساس ان العجينة ما تبقاش المقادير بتاعت الدقيق يعني كده انا ظبطت المقادير. بصوا بقى كده بعد ما فردت العجينه هبتدي اشكلها زي ما انا عايزه. لو انت ما عندكيش الطباعه ديت، انت ممكن بكوبايه وبعد كده بالشوكه تخرميها كده بالشوكه. بصوا شكل البسكوت والله تحفه، حلو جدا. بصوا عامل ازاي. هبتدي بقى هرصه في الصينيه، يكون عندك الصاج بقى مدهون، وبعد كده نخلص كل الكميه ديت، وهنعمل كمان البسكوت الابيض بنفس الطريقة. لو عايزة تشكليه بشكل تاني براحتك خالص، فانا هوريكم الشكل اللي انا عملته. زي ما انتم شايفين كده بعد ما فردت البسكوت الابيض عملته بالطباعة ديت، تختلف عن التانية. انا قلت بقى عشان العين طبعا بتاكل قبل البق، فانا عملته بالطريقة ديت حلوة قوي، وبجد هيعجبكم. بصراحة كاميرا ظلمة البسكوت ده، ظلمة بجد. ما شاء الله حلو جدا. وكمان الكمية اللي انت هتعمليها بالكوبايتين الدقيق بجد بيوفر معاكي كتير قوي. مش هتبقي شايلة هم بقى ان انا هفطر العيال بكرة. يعني نوعي، وبدل ما تشتري من بره. كل حاجة دلوقتي بقت غالية بصراحة. زي ما انتم شايفين طبعا بصوا الصاج هكمل بقى الصاج كده وهدخله الفرن ان شاء الله. بعد ما خرج من الفرن في تاني صاج، وده نص صاج، ده قلت عشان اقدمه لكم بالشكل ده. انا دي شوكولاته نوتيلا طبعا. لما سألت عليها لقيتها غالية جدا. كمان اللي مش أصلي، يعني اللي مش أصلي هي بصراحة وصلت ل75 جنيه. فأنا دلوقتي عملتها في البيت، عملت كمية كبيرة بصراحة. ولادي رايحين جايين عليها وبياكلوها لو عاملة كيكة أو بيعملوها سندوتشات. فأنا قلت النهاردة هعملها بالبسكوت. بصوا عاملة ازاي بسكوت، بجد والله تحفة بجد، وهيوفر معاكي كتير قوي. ما شاء الله عملوا لي كميه كبيره. عملت بقى جنب كوبايه نسكافيه، قلت بقى هفطر. بصوا اسمعكم الصوت ازاي.
بجد حلو. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.